الأحباب السلام عليكم. كما راكم تشاهدوا هاد التحفة، هاد الخبز الرائع، الرائحة ولا أطيب ولا أروع. اليوم حنديروه مع بعض، مقادير مضبوطة وسهلة موجودة في كل بيت. شوفوا الخفة، شوفوا الطراوة، شوفوا القوام تاع الخبز، شوفوا اللمعان، شوفوا داك اللون الشاهي. هادو هما المخبوزات اللي حنشوفوهم اليوم مع بعض. شوفوا أنا قسمتها قدامكم، شاهدكم ما شاء الله في الجنة. شوفوا الداخل خفة، اللون الأبيض تاع الطحين، شوفوا هذاك الزرارة الداخل. نتمنى أنكم تجربوا مغازات تنجحوا فيها. يلا نتكلوا على الله. دائما مع المخبوزات السهلة والسريعة والناجحة أكيد نقولوا بسم الله. لهنا عندنا الريسيبيون تاعنا واش راح نحطوا فيه ربع فنجان تاع ماء دافي. شوفوا الماء تاعي راه سخون، انا تعمدت اني نسخنو بزاف لانه حنضيف فوقو مكونات واحده اخرى اللي راح تنخفض درجه الحراره الماء ديالي. لهنا عندي ملعقه تاع قهوه تاع سكر، عندي ملعقه تاع حليب بودره هاي ليك، ولهنا عندي ملعقه تاع اكل تاع زبده. هكذا نحركوا هاد المكونات هكذا كيما راكم شفتوا، حتى الزبده راح تولي اطريه. لهنا نضيف ملعقه تاع قهوه هاي ليك تاع خميره الخبز، ونضيف بياض بيضه هاوليك مباشره. كل هاد المقادير راح نديرها مع بعض. لهنا عندي سانوج بيان سور. لهنا قعدت لي رشه الملح مازال باش نديروها. نجيبو لافارين تاعنا ونبداو نعجنو. هكذا دائما نغربلو لافارين تاعنا باش تعطينا الخفة في هذاك الخبز تاعنا، ويخرج لنا أكيد منفوخ وناجح من ضمن أسرار المخبوزات. لهنا مباشرة نجو ندخلو يدينا هكذا، قلت لكم بدون آلة بدون تعب ولا شيء. هكذا شوفوا العجينة تاعنا راهي تلمت مطرية ما يابسة. لهنا دركا نجو مباشرة نضيفو عليها الملح ديالنا هكذا. واش نزيدو هكذا، نعطوها عجنة خفيفة كيما راكو تشاهدوا هكذا، ما تتعبوش معاها بزاف. هاوليك العجين تاعنا ما شاء الله. لهنا نغطيوها نخليها تختمر 45 دقيقة. المرة الأولى نديغازيها، ومرة الثانية نجو وراح نقطعوها ونشكلوها إن شاء الله مع بعض. خليكم معنا. هكذا راني وليت معكم بعد العجينة تاعي ما اختمرت وريحت تقريبا 40 دقيقة. شوفوا العجين تاعي، القوام اللي راهو فيه قوام خفيف، راهو ما شاء الله. لعلمكم اني ديغازيتها المرة الاولى، وهذه حنديغازيها معكم للمرة الثانية. لازم تكون العجينة في هذا القوام. انا هنا ما بقى لي نقسم على 4 قطع، 4 قطع متساوية، انتم لكم الاختيار. لهنا شوفوا هايليك 4 قطع. واش ندير؟ شوفوا رايحين نشكلوا على هاد الشكل بسيطة جدا هكذا، ونعاودو نحطوها ترتاح 5 دقائق باش نقدروا نمانيبيلو فيها، نستعملوها كيما حنا نحبو. هذه هي. لهنا هايليك بعد ما ارتاحت لي ناخذ القطعة الأولى بأطراف الأيادي، نحلها ليجيرمون ماشي بزاف، تعطيني شكل خبزة. هذا هو الشكل، ولا امبريوش سهل جدا بدون تعب. كما قلت لكم خبز ولا أسهل. هذا دركا أنا هكذا نفتح كامل الخبيزات اللي عندي، نحطهم في الصينية كما راكم تشاهدوا. مازالت لي هذه اللي على الطرف مازال ما شكلتهاش لأن مازال ما ريحتش أكيد. ندهنهم بصفار بيض بدون إضافة، تحبوا تزيدوا له إضافات
هذيك ترجع لكم بيان سور، ونديروا لهم من الفوق سانوج ولا حبيتوا حبة حلاوة، هذيك دائما نقول لكم اختياري. ندخلهم الفرن بعد ما يختمروا 20 دقيقة، ندخلهم على 180 درجة ما بين 7 و 8 دقائق، هكذا يطيبوا يحمروا، وإن شاء الله راح نتلاقاو في صحن التقديم باش تشوفوا الشكل النهائي والنتيجة الخبز ديالنا. ما تنساوش تعليقاتكم، ما تنساوش الاشتراك في القناة. تلاقاو في صحن التقديم. وليت معكم كان هذا الخبز تاعنا، شوفوا الله يبارك ما شاء الله تبارك الرحمن. نتمنى انكم تجربوه تنجحوا فيه، تخلوا لي تعليق شباب بيان سور، وما تنسوش الاشتراك في القناة. بقوا على خير.